احنا النهارده هنشوف مع بعض واحد من ارخص واشيك الاستوديوهات ضد افخم واكبر فيلا تقدر تحجزها وانت موجود في القاهره. بس قبل ما نكمل ما تنسوش تشتركوا في القناه وتوصلوا الفيديو ل 10000 لايك عشان تدعمونا ان احنا نكمل معاكم من السلسله دي. احنا اكتشفنا مكان اسمه ترافل هوليك. المكان دوت بيقدم لك انواع مختلفه من الاقامات، من اصغر مكان لاماكن بتسع عدد افراد كبير جدا. فخلينا نشوف اصغر واشيك استوديو عندهم ضد افخم واكبر فيلا متاحه للايجار. اول ما تخش الاستوديو مكان واسع جدا، يعني تحس ان هو ظريف ولشخصين مناسب جدا. عندك هنا مطبخ كامل تقدر تعمل فيه اي حاجه انت عايزها. حاطط لك هنا مايكرويف، فوق الميكرويف فيه ديكور كده ظريف جدا، دمه خفيف صراحه عاجبني. الميكرويف تقدر تحط فيه اي حاجه انت عايز تسخنها او تعملها، فاوبشن الميكرويف حاجه ظريفه. طبعا المطبخ مجهز بالكامل. عندك هنا فيه الحوض وحاطط لك هاند ووش، والحوض شكله شيك، حتى ديت شكلها يعني ايه، تحس ان هم مكلفين المطبخ صراحه. عندك هنا كوفي تري فيها شاي وكوفي ميكس، سكر وكاتل. طبعا مجين برده شكلهم ظريف عشان خاطر لو عايز تعمل اي حاجه انت عايز تشربها. عندك هنا ثلاجه حجمها متوسط من ال جي، شكلها نضيف جدا صراحه. الناس اللي بتستخدم ال جي انا بحترمهم. ثلاجه متوسطه تشيل اي حاجه انت عايزها تقريبا، سواء مشروبات او سواء اكل او كده، فحجمها صراحه مناسب جدا. في هنا برده اطباق، الاطباق شكلها شيك جدا صراحه، بالنسبه لي تصميمها ملفت للنظر. وهنا طبعا عندك حلتين حجمهم كبير جدا لو انت عايز تطبخ او حاجه. وعندك هنا برده بوتاجاز، يعني ايه، عشان خاطر لو انت عايز تجهز اي حاجه فتقدر تجيب الحلل وتجهز اللي انت عايزه على البوتاجاز. عندك برده هنا درج فيه ايه، انواع مختلفه من الشوك والمعالق والسكاكين والحاجات الغريبه اللي تقلب بيها وتحضر بيها، كله موجود. وعندك هنا برده مكان الباسكت، برده شكله ظريف وايه، بيحافظ على المنظر العام للغرفه، بحيث ان هو ايه، يبقى مستخبي، ما تبقاش شايف الزباله قدام عينيك. بلطات بسيطه برده ايه عشان الشياكه. اول ما تخش الاستوديو تحس ان الاستوديو نظيف جدا وواسع، وتحس ان هو متجهز على اعلى مستوى. ده يبان لك من التصميم بتاع الاستوديو والديكورات المستخدمه فيه، زي الاضاءات والتصميم بتاع المطبخ والدولاب، الحاجات اللي عينيك بتقع عليها اول ما تخش الاستوديو. الالوان اللي واضحه في الاستوديو هي اللون الاصفر واللون الرمادي، مسيطرين على الاستوديو. تحس ان هو في نوع من انواع البهجه كده، تحس الموضوع شيك ودمه خفيف. برده في التابلو معتمدين على اللون الاصفر واللون الازرق بشكل اساسي، فالتابلو شكله شيك صراحه وعجبني. من الحاجات الملفته للنظر برده ان ايه، المخده بتاعتهم عليها حرف التي اللي هو براند بتاع ترافل هوليك. تحس ان في تركيز في التفاصيل، يعني حاسس ان هنا البراند ده مركز في التفاصيل بشكل عالي. السرير هنا شكله مريح بشكل رهيب، يعني اول ما بتقعد كده يسحبك اللي جوه. فخلينا نجرب. مريح بشكل مش طبيعي، مرتبه ومخده مريحه بنسبه 100%. برده اللي عاجبني في الاستوديو هنا هو توزيع الاضاءه. توزيع الاضاءه هنا شيك بشكل غير معقول، يعني مريح للاعصاب. ما تحسش ان الاضاءه مش قويه قوي ومش ضعيفه، الاضاءه هاديه طبقا لطبيعه المكان والمكان اللي موجود فيه، فتحس ان هم متماشيين مع الحته دي. اضاءه هاديه ومكان هادي. عندك هنا الدولاب برده شكله شيك جدا مودرن، تحسه برده ايه، يعني لسه جديد. الدولاب هنا فيه مخدتين اضافيتين عشان لو انت عايز مخدات اكتر. برده في هنا شماعات عشان خاطر لو انت عايز تعلق هدومك، فكويس، اضافه كويس صراحه. دولاب حجمه ظريف ويكفي اللي انت عايزه. هنا الجزء الثاني من الاستوديو، في هنا كنبه كده كويسه، ليها قاعده كده مريحه، تقعد قدامك التلفزيون على طول، تلفزيون يونيون اير 42 بوصه، تلفزيون حجمه ظريف والقعده صراحه مريحه. وفوق القعده بقى في الديكور الغريب دوت، عاجبني صراحه فكره الخضار اللي هم معتمدين عليها في المكان. الاستوديو اللي احنا فيه على طول على جنينه، وهو عشان خاطر يعيش الجو الخضار والكلام دوت، حاطط لك برده ده كجزء من ديكور الاستوديو. في هنا مرايه وجنبها بقى الخضار ده كله. تعالوا مع بعض نشوف الحمام. الحمام شكله نضيف جدا صراحه، عاجبني. بحب الحمامات اللي هي فيها اللون الرمادي الشيك الفخم دوت. حمام بسيط سيمبل، فيه كل حاجه انت عايزها. الحمام برغم ان هو مش كبير قوي، ولكن برضه تحس سنس الفخامه كالوان وكتصميمات وكاهتمام بالتفاصيل. برضه حاطط لك هاند سوب في علبه شيك كده لونها رمادي، برضه ايه، سنس شياكه في الموضوع. برضه بما انك انت في استوديوهات فندقيه، ففي الفوط البيضاء اللي هي بتبقى موجوده في الفنادق الكلام ده، فشغل عالي صراحه. تعالوا مع بعض بقى نشوف الفيو بتاع الاستوديو. طبعا هنا الاستوديو ليك اكسس على جاردن كبيره جدا. زي ما بقول لكم فكره الخضار هنا منتشر بشكل غير عادي، يعني تحس ان الحته كلها فيها خضار وشجر وقعده ظريفه، وتحس الموضوع يعني ايه، مريح للاعصاب. الاستوديو موجود جوه كومباوند جولدن جيتس سكيورد، وتحس الموضوع يعني هادي وامن. من الحاجات اللطيفه جدا في المكان صراحه هو اللوكيشن. انت موجود هنا في المقطم في كومباوند جولدن جيتس، يعني قريب من كل حاجه، سواء مدينه نصر او سواء التجمع الخامس، فاللوكيشن بتاعك رهيب، قريب من كل حاجه تقريبا. المكان برده اللي انت موجود فيه هادي جدا، ففيش اي ازعاج خالص، ففيه هدوء بشكل رهيب. اجمالا المكان كاقامه من وجهه نظري فهو بيوفر لك كل حاجه انت محتاجها. سعر الاستوديو هنا بيبدا من 1300 جنيه للشخصين. برده في استوديوهات ثانيه اكبر شويه تسع لحد 4 اشخاص او 5 اشخاص، فخلينا نتفرج عليها. لو انتوا عيله كبيره اعتقد ده هيكون برده مكان مناسب، مثلا اسره مكونه من 4 أو 5 اشخاص. اول ما تدخل الاستوديو في هنا سريرين، وفي هنا طبعا مطبخ مجهز بكل التجهيزات اللي احنا شفناها موجوده في الاستوديو الثاني، الاستوديو الاصغر شويه اللي تحت. الكوفي تري، وهنا الثلاجه برده، مايكرويف برده، في هنا قاعده ظريفه جدا. وهنا في برده الحمام الرئيسي، يعني الحمام بتاع الاستوديو الرئيسي. في هنا غرفه داخليه فيها سريرين برده، تلفزيون ودولاب وكل حاجه تقريبا انت ايه محتاجها لاقامتك. عاجبني صراحه حته اللون الازرق اللي موجود في كل حته، يعني تشوفه في الحوائط، في الغطا بتاع السرير، التابلوهات، في كل حته اللون الازرق مسيطر. الاستوديو صراحه بشوف ان هو حجم مناسب جدا، وفي كل حاجه انت محتاجها لو انتوا اسره كبيره. وصلنا عند الفيلا هنا بتسع لحد 8 اشخاص، تنفع لجروب شباب كبير او عيله كبيره مسافره او موجوده في القاهره في اجازه. الفيلا هنا فيها 4 غرف، خلينا نكتشف ايه اللي موجود في الفيلا ونتفرج على الفيلا من جوه شكلها عامل ازاي. اول ما بتخش في هنا سفره فيها 6 كراسي، وقدامك طبعا التلفزيون عشان خاطر لو انت قاعد بتاكل تبقى ايه، بتتفرج على التلفزيون ومروق على نفسك. المكان طبعا مكيف بالكامل، في هنا تكييف، هنا تكييف كتهويه وتجهيز صراحه جامد جدا. عندك هنا في
حمام وفي مطبخ. خلينا نشوف المطبخ الاول. المطبخ هنا صراحه حجمه كبير جدا، في كل حاجه واي حاجه انت محتاجها. عندك هنا غساله، عندك هنا بوتاجاز، في هنا كاتل، طبعا عندك مايكرويف، وعندك ثلاجه. لون المطبخ صراحه رهيب، بحب الالوان الرمادي، بالنسبه لي لون رائع. والمطبخ فيه كل حاجه انت محتاجها. تعال نشوف الحمام هنا حجمه مش كبير قوي، الحمام هنا للضيوف فحجمه متواضع شويه، فاعتقد حجم الحمامات فوق هيكون مختلف واكبر شويه، ولكن اجمالا كحمام شكله فخم والوانه ظريفه جدا. كده يبقى شفنا اول دور. تعالوا مع بعض نكتشف الدور الثاني. عندك هنا الدور الثاني، اول ما بتطلع بقى في ايه زي على الشمال كده قاعده مريحه، في هنا كرسيين دمهم خفيف جدا، وفي ايه زي مثلا كده تقعد وتسند رجليك، تعمل بقى محادثه مع الشخص اللي جنبك كده وتتكلموا في اي حاجه مهمه يعني. التابلو اللي فوق الكراسي ده صراحه شكله شيك جدا. تعالوا مع بعض نكتشف الغرف. عندك هنا غرفه نوم رئيسيه، سرير صراحه حجمه كويس جدا، حجمه مناسب، بدل ما يبقى فيه دولاب فالدولاب هنا مختلف شويه، شكله غير اعتيادي بالمره. هنا المفروض بيتحط الشماعات او يتحط لبسك لو عايز انت تعلقه او كده، وهنا لو عايز برده ترص لبس عندك درج 2 3 4. لكن الادراج هنا مفتوحه وشكلها مميز جدا صراحه، بجانب ان الغرفه شيك جدا والستايل بتاعها صراحه رائع ومريح للنفس، تحس الموضوع كده مبهج. لون الكومودينو صراحه مميز جدا وشيك جدا وعاجبني، زي ما بقول لكم فيلا لسه في مراحل التجهيز، فتحس ان الحاجه لسه ايه يعني اول استخدام ليها، ممكن لسه انت تستخدمها اول واحد. عندك هنا مرايه كبيره جدا تقدر تبقى شايف نفسك فيها وانت واقف بالطول، كل تفاصيلك كلها شايفها، طمن كده تشوف لبسك 100 100. المرايه صراحه حلوه وكبيره ومناسبه. اجمالا حجم الغرفه صراحه عاجبني جدا، وغرفه واسعه وتحس انها مريحه وفيها امكانيه ان انت تتحرك براحتك خالص، ما عندكش اي مشاكل تماما. برضو عندك هنا الحمام واسع وشيك، نفس الستايل تقريبا بتاع الحمام اللي تحت، نفس التجهيز، في كل حاجه انت محتاجها. عندك هنا الشاور كابن، عندك هنا الحوض كبير جدا ايديال وديورافيت، والحمام صراحه شيك جدا وتجهيزه على اعلى مستوى. عندك هنا غرفه ثانيه، غرفه اطفال، تقدر تستخدمها كغرفه اطفال، فيها سريرين، السرير حجمه كبير جدا صراحه، يعني عاجبني حجم السرير، طبعا لون الاصفر والازرق في كل حته كلون ستاير وكلون غطا سرير، ولون الرمادي. برضو ستايل الطبلات الشيك جدا اللي موجوده فوق السرير ديت عجباني جدا صراحه، فيها فخامه، تحس ان موضوع الاقامه فيها راحه نفسيه. السرير حجمه كبير جدا على ان هو يكون سرير اطفال او ان غرفه تكون غرفه اطفال، لان غرفه واسعه من جوه والسرير مريح جدا. عندك برضو هنا دولاب شيك جدا وفخم، فيه مساحات تخزين كبيره وواسعه، ينفع على شخصين كويس جدا. برضو ظريف في الغرفه انها فيها بلكونه، فكره ان في بلكونه ميزه صراحه في الغرفه. عندك في هنا غرفه ثالثه، سرير كبير برضو مكيفه والديكور بتاعها ظريف، فلحد دلوقتي في الدور الثاني في امكانيه ان هو يسع لحد 6 اشخاص. الغرفه صراحه شكلها شيك جدا وتحس انها مش غرفه عاديه، تحس انها غرفه فندق فخم. عجبني صراحه اهتمامهم بالديكور والتصميمات. برضو عندك هنا في حمام، فلحد دلوقتي انت شايف 3 حمامات في الفيلا. فكره ان في حمامات كتيره ده شيء ايجابي صراحه، يعني تحس ان الفيلا مجهزه انها تستقبل عدد كبير من الناس، فده شيء مريح يخلي اقامه الناس اللي موجوده في الفيلا اسهل. هنا الدور الثالث في قاعده ظريفه جدا جدا قدام التلفزيون، يعني قدامك على طول في هنا الروف، تقدر ايه تخرج كده تستمتع بالفيو والقعده اللطيفه هنا. برضو اعتقد هنا جو بالليل بيبقى ايه هوا وظريف جدا صراحه، القعده دمها خفيف ومكان فخم جدا. هنا اوضه النوم الرئيسيه كبيره جدا وواسعه جدا زي ما انتم شايفين، وبرضو الاعتماد على اللون الاصفر والازرق تقدر تشوفه في غطا السرير، تقدر تشوف في الطابلوهات اللي ورا السرير. الغرفه طبعا مودرن، الستايل بتاعها الصراحه شيك جدا جدا. الاضاءات اللي فوق السرير مميزه جدا صراحه، عجبني الستايل بتاعها غريب اول مره اشوفه. توزيع الاضاءه صراحه في الغرفه مميز جدا، عندك اضاءه في كل حته تقريبا، يعني كميه سبوتات وحاجات يعني تخلي الاوضه بص كانك قاعد في استوديو تصوير مش غرفه عاديه. برضه عندك هنا مخدات مطبوع عليها حرف التي اللي هو براند ترافلهوليك، في تركيز وفخامه جامده جدا. عندك هنا غرفه ماستر، اكبر غرفه موجوده تقريبا في الفيلا، فبتبص على الجنينه وبتبص على النادي. عندك هنا النادي بتاع جولدن جيتس، فانت شايف النادي وشايف الخضره وكفيو، صراحه فيو جميل جدا. الغرفه فيها مكان زي دريسنج روم برضه، ايه تقدر تحط هنا اللبس بتاعك وتيجي هنا قدام المرايه تقعد ايه تلبس وتجهز بدون ما تعمل ازعاج للناس اللي نايمين في الغرفه. خلينا نشوف شكل الحمام من جوه عامل ازاي. حمام فخم جدا، في تركيز في التفاصيل. الفيلا هنا لسه مفتوحه جديد فمحدش تقريبا سكن فيها لحد دلوقتي، فالحاجه تحس انها بتبرق، يعني الحاجه بتلمع. حاطط لك في الحمام مرايه لطيفه ديت فيها نور وكده واضاءه عشان تبقى شايف نفسك بوضوح. في الحمام هنا برده سخان فوري، والحوض كبير وواسع، وتحس ان الدنيا يعني لا الحمام كويس جدا صراحه وفخم جدا. سعر الفيلا هنا بتبدا من 5000 جنيه، اختلف على حسب عدد الافراد والوقت اللي انت بتحجز فيه. هسيب لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو الارقام واللينكات اللي تقدروا تخشوا عليها تحجزوا الاستوديو او تحجزوا الفيلا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.